إيمان غازي نائبة رئيس مجلس جماعة المحمدية. كما كتشوفوا اليوم نظمت جماعة المحمدية واحد الندوة علمية حول القضية الوطنية اللي هي قضية الصحراء المغربية بمناسبة ديال عيد المسيرة الخضراء وبمناسبة عيد الاستقلال. وكما كتشوفوا في الندوه كانت من تاطير الاساتذه الكبار، الاساتذه ديالنا للاستاذ سعيد الخمري وللاستاذ الشرقاوي وللاستاذ منشدي المهدي، مشكورين من هذا المنبر ديالكم على هذا سعه الصدر ديالهم وهذا يعني الوقت الثمين اللي عطاونا منهم واللي هما بارطاجاو معنا الامور الاكاديميه، لان كما كتعرف لا مجتمع مدني ولا حنا كمنتخبين ولا الانسان دائما كيتحتاج لواحد التاطير اكاديمي باش يكون في التوجه الصحيح، لان الدفاع عن القضيه ماشي دفاع سهل، ماشي سهل الاقناع الطرف الاخر، وانما بطريقه اكاديميه وطريقه صحيحه. وشكرا لكم على اللي بقيتوا معنا حتى لهذا سميتو. شكرا للمنبر ديالكم وشكرا للجميع وشكرا استاذي. خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه المحمديه. نحن اليوم بصدد ندوه وطنيه تنظمها جماعه المحمديه حول القضيه الوطنيه وادوار الفاعلين في الترافع. طبعا مداخلتي كانت حول دور المجتمع المدني والعلمي في الترافع حول القضيه الوطنيه، وقد وقفت في هذه المداخلة عند عدد من المرتكزات التي تقوم عليها الدبلوماسية المدنية والعلمية. بينت في البداية أوجه عمل واشتغال الدبلوماسية المدنية والعلمية، يعني المجالات التي تشتغل فيها، ثم وقفنا عند أهميتها ومميزاتها لكي تكون فاعلة ولكي تكون خير معين وخير مكمل للدبلوماسية الرسمية. ووقفنا كذلك عند معالم أو دعامات استراتيجية الترافع المدني والعلمي حول القضية الوطنية، وركزنا فيها على 3 دعامات أساسية. أولها المعرفة، أي أن تكون هناك معرفة شاملة للمترافع حول أبعاد المختلفة للقضية الوطنية. شرقاوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق المحمدية. المداخلة اللي كانت عندي اليوم هي تتخص دور الفاعل المنتخب أو الجماعات الترابية في الترافع على القضية الوطنية. طبعا اليوم التحديات والرهانات تزداد. جلالة الملك تحدث على أننا خصنا ننتقلوا من منطق التدبير إلى استراتيجية التغيير، ويعني رمى بالكرة إلى كل المغاربة وكل السلطات وكل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لكي يلعبوا أدوارهم كاملة في قضية الترافع أو في الترافع على القضية الوطنية. ومن هذا المنطلق جاء اليوم الحديث على دور الجماعات الترابية. طبعا القانون التنظيمي للجماعات الترابية سواء الجهات أو مجالس العمليات والأقاليم أو الجماعات تفتح إمكانيات قانونية أمام المجالس المنتخبة لكي تلعب دورها في الترافع. عندنا إمكانيات ديال التوأمة ديال الجماعات مع جماعات بالخارج، إمكانية مهمة اللي يمكن تكون مدخل للتعريف بالقضية الوطنية والترافع حول القضية الوطنية. منشد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية. حقيقة اليوم كان هذا اللقاء اللي نظمته جماعة المحمدية مشكورة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. كانت مناسبة للنقاش حول دور الفاعلين بشكل عام في الدفاع والترافع حول قضيتنا العادلة، وتقدمت بعرض حول دور الفاعل الأكاديمي في الترافع حول قضية الصحراء، والذي يجب أن يكون متمكنا من مجموعة من الحقول العلمية يعني المتقاطعة والتي تصب كلها في إثبات يعني تاريخية ارتباط الأقاليم الصحراوية بالمركز أو بالمغرب.
فالجانب التاريخي والحمد لله اليوم لنا من الوثائق من الدلائل التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء. يجب فقط على الباحث أن ينقب وأن يبحث وأن يقدم الدليل بشكل هادئ بشكل علمي لإقناع الآخرين. أي لما أتحدث عن الآخرين لا أتحدث عن خصوم الوحدة الترابية لأنهم هم في معركة ضدنا، لا أتحدث عن المغاربة لأنهم مجمعون حول وحدتهم الترابية، ولكن أتحدث عن الرأي العام الدولي، عن الدول الأخرى التي يجب إقناعها بشكل علمي ومنطقي سليم وهادئ. شكرا دكتور. كلية الحقوق سبيسي. كان اليوم الشرف لي تسير هذه الندوة العلمية التي سهرت جامعة المحمدية على تنظيمها حول دور الفاعلين أو قضية الصحراء وأدوار الفاعلين في الترافع. أكيد كانت ثلاثة المداخلات ديال الأساتذة الأجلاء يعني خبراء في الميدان وخبراء في المجال الأكاديمي والعلمي، كانت مداخلات غنية تبين سواء دور المجتمع المدني في الترافع عن الصحراء المغربية، دور الجماعات الترابية في الترافع عن الصحراء المغربية، وكذلك دور الأكاديميين والباحثين في الترافع عن الصحراء المغربية. ما أحوجنا إلى هذه اللقاءات بكثرة لترويج لثقافة الترافع الصحيح على الصحراء المغربية. ونشكر جزيل الشكر جماعة المحمدية على هذا التنظيم المتميز، في حين انتظار المزيد من اللقاءات الأخرى. وشكرا.